منتخبنا امبارح صدم الكل وصدمني انا شخصيا وصدم الجماهير وصدم احمد وصدم علي وصدم محمد سامي معاه في الشغل. مأساة. المنتخب امبارح اتعادل 2-2 مع موزمبيق وزنبقتنا على الاخر. ايه ده بجد؟ يعني بجد ايه ده؟ يعني في اخر 13 سنة المنتخب مغير مدربين بالهبل وجهاز فني بالهبل ومفيش حاجة بتتغير. يعني مهما راحت مدربين ومهما جت مدربين نفس الحنكشة. احنا بننزلوا الملعب عشان نحنكش. ده المنتخب المصري. ننزل كده نلعب بالكوره نحنكش حجز خماسي معلش. امبارح شفتش منتخب مصر بيلعب كوره غير اول 10 دقايق. يعني انت بتلعب مع منتخب زي موزمبيق. موزمبيق قيمه الفريق كله، القيمه التسويقيه بتاعت الفريق كله 22 مليون. 22 مليون دولار قيمه الفريق كله. ده يعني مش انت متخيل منتخب كامل 22 دولار، 22 مليون دولار. بس هو كان منظم عنك. كان منظم. كان عارف يوصل كوره ويودي كوره ويجيب كوره وبالدليل جاب فيه جونين ورا بعض. انت ما حسيتش بيهم اصلا. خدت على قفاك كده و2-1. بسم الله الرحمن الرحيم. راح فين المنتخب؟ مفيش منتخب. خلاص. مفيش منتخب مصري. احنا لو استمرينا كده بالاداء دوت هنروح نلعب في الدوري المصري بقى. المنتخب ده محمد صلاح بقى يلعب في الدوري المصري. يا جماعه لو حد في المنتخب، لو في لاعب في المنتخب هو اللي بيحرك المنتخب او هو المدرب للمنتخب بس احنا مش عارفين، قولوا لنا. اصل مش طبيعي يعني. اصل مش طبيعي اغير 10 مدربين ولا 5 مدربين زي كروش وكوبر وحسام البدري وايهاب جلال ونفس المشكله نفس الحنكشه. يعني هي نفس المشكله. يبقى كده المشكله مش في المدربين، المشكله فينا يعني كجمهور. محمد صلاح طلع قال لك غير يمكن نكسب، يعني اغير اعمل ايه؟ العيب فينا يعني احنا. وفي الاخر يعني انا طلعت اتكلم عشان بس ايه، انا مكبوت من امبارح. يعني انا من امبارح مغلول. وامبارح لولا البلانتي اللي جالنا بدعاء الوالدين كان زمان موزمبيق دلوقتي زنبكتنا و2-1 واخر المجموعه وحالتك بالبلا. هي امبارح غانا خسرت بس يعني دي غانا مش مصر. يعني دي غانا. طب ما عندك اسامي كبيره، عندك مصطفى محمد، عندك محمد صلاح وعمر مرموش. كل دول هدافين فرقهم في اوروبا. يعني بجد يعني معاك ترسانه هجوميه بس مش عارف توصل كوره، مش عارف تحنكش. النني ما يلعبش. النني واقف امبارح في الملعب يودي طلع روح سيبوه لي، سيبوه هاتوه لي. بس النني ما بيعرفش ولا عايز يجري ولا يمين ولا شمال. حلو. انا معاك ان النني محترف وكل حاجه، يقعد دك. يقعد دك. مروان عطيه ما يلعبش ليه؟ ليه نص الملعب ما يبقاش مروان عطيه وامام عاشور؟ ليه؟ ليه محمد هاني يلعب؟ ليه عمر كمال عبد الواحد يقعد دكه؟ واحمد فتوح يقعد دكه؟ يعني يا جماعه بالعقل. بالعقل. بالعقل هقول لكم تاني. انا يعني في حاجه برضه عايز افهمها واقولها تاني. هو في حد بيدور المنتخب من جوه؟ يعني مش فكره مدرب. هو في حد بيمشي المنتخب من جوه؟ لو في مدرب تاني جوه الملعب يا ريت تقولوا لنا، على الاقل نبقى قاعدين بنتفرجوا وعارفين مين بيدرب المنتخب. فاهم ده ليه؟ قريتها لهم ها؟ هيفوها لنا بعد كده. هيقفلوها لنا. احنا عندنا ماتش يوم الخميس مع غانا. تمام. هي غانا طبعا طلع باداء مش كويس وخسر 2-1 من كاف فيرديو. بس انت المفروض يعني انت كنت خدت التلاته دول كده ايه؟ تريك. ما بطولتك. انت داخل بقى ولو تشوف اللعيبه وهي بتقول النشيد الوطني، ايه ده؟ نشاز؟ ايه ده؟ انا قلت اللعيبه ايه؟ بتغني بقى بروح ونازله تاكل النجيله ومصطفى محمد جاب الجون. اكتر لعيب امبارح كان عنده روح مصطفى محمد. يعني ما شفتش مش مرابش ان هو جاب الجون. مصطفى محمد امبارح طول الماتش عنده روح وبيأدي وبيلعب. انا كنت معجب جدا بمصطفى محمد امبارح. بس ايه وايه يفيد يا ندم؟ بس وعلى ام كلثوم وايه يفيد يا ندم؟ منتخب مصر لو استمر بالاداء دوت نحمد ربنا اول وصلنا دور ال 16. وفي الاخر اتمنى اكون انا غلطان والمنتخب مصر يعمل ماتشين كويسين ويوصل للنهائي. بس بالاداء دوت لو استمرينا بيه وبالحنكشه اخرنا دور ال 16. انت دلوقتي هتلعب حته بيرما ان كوت ديفوار تتحقق بالعلامه الكامله عشان تطلع احسن اوائل، عشان تلاعب توالت، عشان ما تلعبش مجموعه نيجيريا او كوت ديفوار. خلي بالكم نيجيريا او كوت ديفوار دول يعتبروا اضعف فرقتين دلوقتي في البطوله ديت من اللي انا شفته في اول ماتش.
وانت هتفضل خايف امتى من الانديه الكبيره انا وصلت لمرحله في 2008 و2010 ما كناش بنقول في الشارع ان منتخب مصر هيكسب، كنا بنقول هنكسب كام. امبارح الناس كلها كانت متوقعه في ماتش موزمبيق دوت ان احنا نكسب 4-3-0. يعني امبارح الشوط الاول انت لعبت ماتش، يعني مشيت كوره كويس قوي. اه طبعا اللعيبه شحرت ولا كانهم بيشربوا سجاير وشيش و والله استغفر الله العظيم. ما علينا، وفي الاخر ان شاء الله منتخب مصر هيبقى يقول لي انت غلطان. انا نفسي يقول لي انت غلطان، واحنا منتخب وهنلعب وهنسوي وهنخلي. اتمنى ان يكون الماتش دوت كان درس لينا. انا احمد سماره وكنت معاكم.